يا مساء الخير والبركات عليكم يا احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. فيديو النهارده هنتكلم عن اساسيات العروسه في المطبخ. بس قبل ما ابتدي الفيديو عايزاكم تشوفوا فيديو الحلل والطاسات، عشان انا قايله فيه الحاجات اللي ندمت عليها والحاجات اللي توفقت فيها. هحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. ما تنسيش طبعا اللايك الحلو والاشتراك عشان تشجعوني ويوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها هي مصاف الاستانلس. انا جبت الطقم اللي هو 3 مصاف استانلس باحجام مختلفه. ده هو عملي جدا جدا جدا، وهتستخدمي ال3 احجام مش حجم واحد بس اهم حاجه يكون في رجول صغيره كده من تحت علشان تكون مرفوعه وتقدري تصفي الحاجه فيها من غير ما انتي يعني ايه اللي من غير رجول ده لما بتيجي تحطيها على الحاجه ما بتعرفاش تصفيها كويس. لكن ما تجيبيش اللي هي الرجول الطويله ولا الرجول ولا اللي هو من غير رجول خالص. جيبي اللي هي الرجول الوسط اللي زي ده كده. الصراحه توفقت فيه جدا وحلو جدا معايا، وبستخدم ال3 احجام. الصواني بقى انواع كتير جدا. جبت صواني الكيك، جبت صينيه الورده دي الصراحه حلوه قوي. جيبيها يا اما ستانلس يا اما جرانيت، الاتنين تحفه. انا كمان بتلخبط بس الاتنين تحفه، الاستانلس والجرانيت. صينيه الكب كيك برضو جميله قوي وهتستخدميها كتير. بس جيبي لها الورق اللي هو بيتحط عليها ده اللي جواها، عشان انت لو عملتي فيها كده بيلزق الكب كيك جوه وبتخرجيه بصعوبه جدا. لكن لو انت جبت لها الورق ده بتخرجيها بالورقه فبتبقى حلوه قوي الصراحه، وعمليه جدا وبتستخدميها كتير، لانك انت في الاول هتقعدي تعملي في كب كيك، وبعد كده برضو للاطفال يعني لما انت تخلفي ان شاء الله ربنا يرزقك فهتعملي كب كيك جديد كتير قصدي. صينيه التورته دي تحفه، بتعمل كيكه اسفنجيه. انا الصراحه عملت فيها مرتين او 3 كيكه اسفنجيه. اترفعت قوي، يعني احنا لما بنيجي نعملها في الصواني العاديه ما بترفعش زي ما هي رفعت في الصينيه دي. فالصراحه جميله جدا. لو انت بتعملي كيكه اسفنجيه او كده جيبيها، لو ما بتعملهاش خلاص. في صينيه بقى بتتفتح من الجنب كده، دي ما تجيبيهاش خالص. يعني صواني كده بتبقى تيفال بتتفتح من الجنب، دي ما تجيبهاش نهائي لان هي العجينه بتتسرب منها ومش حلوه خالص. صواني البسبوسه دي تحفه وجميله قوي. انا جايبه منها الالومنيا من محل الادوات، يعني انا جايباها من محل الادوات بتاعه الحلواني ألمونيا، مش جايباها ولا ستانلس ولا اي نوع تاني. صراحه حلوه جدا، بعمل فيها البسبوسه الجلاش الرقاق والبيتزا، عمليه قوي وحلوه جدا جدا جدا. وكمان عجبني ان حته ان هي الألمونيا ومشتريها من محل ادوات حلواني، فصراحه جميله. والصواني دي بقى جميله قوي برضو، بس مش بستخدمها كتير. ممكن استخدم الحجم الصغير في كيك الرواني، في حاجات كده يعني ايه ما بتبقاش كتير. انا الصراحه ما بستخدمهاش كتير. لو انت بتستخدميها كتير جيبي منها ال3 احجام، لو انت ما بتستخدميش منها كتير جيبي منها حجمين بس كفايه. اللي بستخدمهم كتير بقى ونينجا معايا فعلا وحلوه قوي هي صواني الجرانيت دي. انا جايبه منها اللي هي 3 احجام، يعني الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه والوسط وفي اكبر كمان. دي بقى بستخدمها يوميا يعتبر. الكبيره بستخدمها في العزومات بس مش كتير، الوسط على حسب هعمل ايه. بس الصغيره دي انا بستخدمها في كل حاجه، بستخدمها يعني كتير جدا. وبستخدمها في ساعات مثلا لما بعوز اقلي حاجه، مثلا بتستخدم برضه في القلي. لما بعوز اعمل صينيه بطاطس، هي بتستخدم في حاجات كتير. والصراحه عمليه قوي، والنوع ده الصراحه تحفه جدا اللي هو كي اند اي. الصراحه النوع ده عجبني قوي. والصواني العريضه دي بقى حلوه قوي للجلاش والبراونيز. يعني انت لو بتعملي براونيز بقى وعايز تعملي جلاش انا بعملها فيها برضو. جبت منها مقاسين، الصغيره والكبيره، بس مش بستخدمها كتير يعني. هو اخري مثلا، والجلاش بعمله في بتاعه البسبوسه دي الصراحه اكتر. انت لو بتستخدميها كتير برضو جيبيها. اللي بستخدمها كتير قوي 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 بقى هي البايركس. جبت منهم صغيره وكبيره، بعمل فيها البشاميل، واحده بعمل فيها الكيكه اللي هي الطبقات دي اللي هي بتبقى طبقه كيكه، طبقه كريم شانتيه، طبقه مش عارفه كريم كراميل، بتبقى باينه الطبقات من الجنب. بعمل فيها كنافه بالمانجا، شكلها شيك قوي. بس جيبي نوع كويس، انا جايبه النوع اللي هو اسمه بايركس ده، او جيبي بتاع ايكيا برضو بتبقى تحفه. جيبي منه الصغير والكبير، انت هينفعك صغير وكبير، وجيبي برضو وسط. يعني انا لو مكانك هجيب ال3 احجام الصراحه. فانا كنت ساعتها جبت حجمين بس، الكبير والصغير، بس انا كنت لازم اجيب الوسط. بس كده الفيديو يكون خلص. استنوني الفيديو الجاي هكمل فيه بقى الاساسيات المطبخ. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وابعتوا الفيديو لاي عروسه عشان تستفيد. بحبكم قوي، باي باي.